يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في اول فيديو على القناه. وكان لازم يبقى فيديو دسم وفيديو كبير، وبصراحه ما لقيتش حاجه اكبر من ماتش الكلاسيكو. وكالعاده كوكب الارض في اليوم ده بيتقسم اتنين ما بين برشلوني ومدريدي. فهل هيكون ماتش بكره الخلاص وانتهاء الدوري بالنسبه لريال مدريد والمنافسه خلاص تنتهي ونقول مبروك لريال مدريد، ولا هيكون لبرشلونه راي تاني ويبقى عنده امل في الدوري مع تبقي 7 جولات؟ ده لو برشلونه كسب. الريال داخل الماتش بروح كويسه جدا وروح عاليه جدا بعد فوزه على السيتي في دور الثمانيه في دوري الابطال. وبالنسبه لبرشلونه تاني وخروج بسيناريو اغرب من الخيال كالمعتاد زي ما بيحصل معانا في السنين اللي فاتت. فبصراحه احنا ما نعرفش يعني الدنيا رايحه فين وجايه منين، ولكن خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في اولى حلقات الكوره من على الكنبه. في البدايه خليني اقول لك ان ريال مدريد خلال الموسم ده بعد 31 ماتش ما خسرش ولا ماتش على الارض، وبالنسبه لبرشلونه بعد 31 ماتش هو ما خسرش ولا ماتش بره ارض. فالكفتين متساويتين، ولكن ريال مدريد يمتلك الافضليه في الفتره الحاليه بسكوادو اللي مليان وروحه العاليه بعد فوزه في ماتش السيتي. خلينا نتكلم الاول عن مستر تشافي واللي اعلن رحيله في نهايه الموسم، ومن بعد ما اعلن رحيله وبرشلونه بيعمل نتائج كويسه جدا. ولكن هل في ماتش بكره تشافي هيقدر انه يسيطر على المباراه، او هل هيقدر يأدي في المباراه؟ وده اللي احنا مستنيين نشوفه بكره. ولكن هل كارلو انشيلوتي بفرق الخبره والارض والجمهور هيقدر ان هو يخطف الماتش او هيسيطر على الماتش؟ من وجهة نظري ريال مدريد ليه الافضليه في كل ماتش بيلعبه، لان هو بيقدر ان هو يخلص الماتش ده حتى لو مفيش اداء زي ما حصل في ماتش السيتي. وبالنسبه لبرشلونه اللي بيخش كل ماتش بالهويه المعتاده بتاعته ان هو يدور على الاداء، ولكن بساعات كتير ما بتظبطش معاه، تلعب اداء كويس وتخسر في النهايه. وممكن تلاقي برشلونه ما لعبش اصلا في الماتش وكسب في النهايه. الفتره الحاليه والفتره اللي فاتت عند برشلونه مش معروف لها ملامح، فيعني ما تعرفش اصلا الفريق رايح فين وجاي منين. وطبعا غيابات الفريق مؤثره زي بالدي وجافي. وبصراحه انا مش عارف تشافي ليه لحد دلوقتي غضبان على جواو فيليكس. الراجل بينزل حرفيا في اخر 10 دقائق يجيب لك ماتش. نزل المره اللي فاتت متاخر جدا في الماتش بتاع باريس. اما بالنسبه لاراوخو اللي ماتش وماتش لا، والدنيا ده في الضياع خالص الموسم ده معاه. اي نعم اراوخو من افضل المدافعين، وتعرف ان بايرن ميونخ عايز ياخده منك ب 80 مليون، ولكن بصراحه مش افضل مواسم لاراوخو. اما بالنسبه للحاج ليفاندوسكي الراجل الكباره المحترم الكبير في السن اللي المفروض اصلا الناس وهي بتلعب في الماتش يوقفوا الماتش عشان هو معدي. حرفيا ليفاندوسكي بيمر باسوأ فتراته. يمكن يكون يعني المستوى السيء ده نتيجه عن خاطر جهد بدني. الراجل كبر في السن اصلا، يعني ما فيش اصلا حاجه تانية يقدر يقدمها بقى. يعني مش عارف، انا مش عارف ليه تشافي مصمم على ليفاندوسكي مع وجود فيتور روكي بره. في ماتش بكره الافضليه ريال مدريد، اولا على ارضه، جمهوره الليله بتاعته جاي بروح عاليه جدا من ماتش دوري الابطال. فصباح الفل مفيش حاجه اصلا يعني انا لو هنزل العب معاهم هكسب من غير ما اعمل اي حاجه. على الجانب الثاني برشلونه في حاله من الخساره قدام باريس، والدنيا صعبه ونفسيته اصلا في الضياع، ومفيش بربع جنيه اي حاجه حضرتك. فيعني بكره الماتش احنا داخلين كده، يعني فاهم اللي هو يعني في ماتش مهم يا رجاله ويلا هنروح نلعب دلوقتي. فاللي هو لا، احنا داخلين عشان خاطر احنا في ماتش علينا وهنأديه. الله اعلم بقى ساعتها تشافي ممكن يعمل مفاجأة، يحضر حاجة. انا بصراحة مش هقدر اقول حاجة على تشافي لان هو تقريبا عمل كل اللي يقدر عليه مع الفريق. ولكن يعني احنا نحس، يعني معروف برشلونة نحس. ولكن انا اتمنى ان التشكيل بتاع بكرة يبدأ كالتالي: تير شتيجن في حراسة المرمى، كوندي على اليمين، اراوخو كوبارسي في النص، وطبعا تحية كبيرة للمعلم كوبارسي، وكانسيلو هيلعب باك شمال. خط النص بدري وديونج وجوندوجان. اي نعم جوندوجان كبير في السن وبيخلص عند الدقيقة 60، ولكن برضه الراجل لسه فيه الرمق وليه عنده لمسه وبيعمل حاجات كتير قوي في الماتش، وماتشات كتير قوي بيبقى هو اللي جايبها. اما بالنسبه لخط الهجوم يعني لو دي ينفع تتعمل، يعني ممكن نلاعب جواو فيليكس فيرويد، ونلاعب لامين يامال على اليمين، ونلاعب رافينيا على الشمال. ما الموضوع بسيط. حاول تتخلى عن ليفاندوسكي شويه، يعني مش فاهم هو بيزعل لما بينزلش. انا مش عارف والله، يعني انا مش لاقي اجابه للموضوع ده. الراجل حرفيا ما بيقدرش يجري في الملعب دلوقتي، فايه اللي ممكن يقدمه؟ وفي النهايه الواقع بيقول ان ريال مدريد داخل بافضليه، ولكن طبعا احنا بنتمنى ان برشلونه هي اللي تكسب. وشاركوا لي رايكم تحت في الكومنتس وتوقعوا نتيجه الماتش. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي جايه، ولو على اليوتيوب تعمل سبسكرايب. واشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.